دكتور الأزموي محمد المهدي، رئيس جمعية أطباء تيزنيت. في إطار الأعمال الاجتماعية اللي كتقوم بها جمعية أطباء تيزنيت، نظمنا اليوم بشراكة مع جمعية التضامن وجمعية سيدي داود. قمنا اليوم بحملة طبية، الحملة الطبية اللي كانت موجهة لساكنة الدوار سيدي داود. قمنا بها بحملة التبرع بالدم، تشخيص مبكر لسرطان الثدي، كذلك تشخيص أمراض السكري، ارتفاع الضغط الدموي، أمراض الأطفال، كذلك الطب العام والتهاب الكبد الفيروسي. في هذه الحملة الطبية شاركوا معنا أطباء اختصاصيين في أمراض الجهاز الهضمي، طب الأطفال، الطب العام، جراحة المسالك البولية. وكذلك تم توزيع عدد من الأدوية على الأشخاص المعوزين، وتوجيه عدد من المرضى للمستشفى الإقليمي بمدينة تيزنيت. بالنسبة للحالات المستفيدة تقريبا نكونوا 200 حالة تقريبا، ل 80 شخص، 80 مريض اللي تم استقبال ديالهم والعلاج ديالهم في هذه الحملة. وسنقوم إن شاء الله بعدة حملات طبية في المناطق اللي كتعرف واحد المستوى اجتماعي هش بالنسبة للفئات المعوزة.